وفي موقف آخر يأتي سعد بن أبي وقاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسعد له مقام. سعد بالمناسبة يا إخواني وأخواتي هو من أوائل من دخلوا في الإسلام في مكة، يعني دخل في الإسلام وممن حوصروا في الشعب ومنعوا من الأكل ومن الطعام، حتى أنه يقول وأنا في الشعب محبوس ذهبت لي أقضي حاجة البول فإذا صوت تحتي فتلمست فإذا قطعة من جلد بعير فأخذتها وغسلتها وشويتها بالنار ودققتها وخلطتها مع الماء وكفتني 3 أيام أشربها عشان أبقى حي. شوف بذله للدين. جاء سعد بعد ما زانت أمور المسلمين وهاجروا إلى المدينة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، أنا خالك من أوائل المسلمين، ودي أنك تدعو الله يجعلني مستجاب الدعاء. فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام وقال له يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، لا تأكل إلا حلال. يا سعد الموضوع عندك ما هو بعندي، أنت اللي تقدر تحصل الجنة، المسألة ما هي بدعاء بس، أنا بدعي لك لكن أنت أعني على نفسك. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. قالوا فكان سعد بعدها لا يأكل إلا حلالا، وكان عندهم في البيت داجن يعني عنز أو شاة، وكانوا يشربون من لبنها كل صباح، يحلبون ويشربون يفطرون عليه. فتفلتت يوما ودخلت مزرعة لجيرانهم وأكلت من زرعهم، فلما علم سعد أن هذه الشاة أكلت من ذلك الزرع بغير حق امتنع أن يشرب من لبنها إلى أن مات، خوفا من أن يكون هذا اللبن تخلق من ذلك العشب اللي أكلته بغير حق. استجاب الدعوة. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.